خش بنلاقي الريسبشن هنا في سبورتنج على الدور الثالث. ده الريسبشن مقفول بالميتال، يعني هنا على البحر مباشرة، بس هم قافلين اللي تحت الشاي. ده الريسبشن كده اهوت. الشقة هنا مفيش غير هي ديت اللي فاضلة فقط العمارة، ليها مدخلين. الشقة ميزتها الجميلة قوي ان من اول هنا الماستر روم، يعني هنا المفروض هيبقى في باب في الحتة دي. اوكي، تخش هنا تلاقي حمام، ده حمام، ودي دريسنج روم، ودي الماستر روم. الماستر روم اعملها على البحر. اوكي، يعني الماستر روم اوضه على البحر والريسبشن على البحر. اوكي، انت هنا اهوت اللي هي الشقه اللي هي شفناها لما صورناها من بره، ودي الشقه العماره اللي جنبها. احنا هنا اهوت في سبورتنج على البحر تقريبا قريبين. دي عماره بنيها مقاول كبير قوي محترم. وهنا ده في حمام صغير، وللاسف بقى الدنيا ضلمه، ف يعني ده المطبخ المفروض امريكاني. وبعد كده هوت في اوضه مربيه، اوضه صغيره كده هوت، بس دي اوضه مربيه. وبعد كده هنا حمام تاني، وبعد كده اوضتين نوم. انا بختصر طبعا. هنا ده في مدخل خدمات، شقه ليها مدخلين، ودي اوضه الثانيه واوضه الثالثه. الاوض بقى بتبص على شارع جانبي. هنا هو مش باين، هنا بين عمارتين، وهنا الاوضه الثانيه. توصيلات الكهرباء محطوطه، يعني هي اوض النوم. مش هقول ان هي مدفونه قوي لانها مش على بعض ولا حاجه، بس الشقه مساحتها 280 متر، وفي الدور الثالث فوق الميزان، مش كده؟ من مميزات الشقه ديت جدا هو المساحه وغرفه المربيه، وان اوضه النوم موجوده على البحر، ولها في دورين جراج. بس شكرا. عين فلذات الاملاك، حسين ابو شنب.